عسى أن يكون تقبلكم لنا من جيد وجميل. يعني أعددت أولا هذا الكتاب خرائط يعني الهجرة في الرواية العربية، هو أنطولوجيا يعني تمثل تقريبا 13 الدولة عربية، الأغلبية من المغرب، 13 اسم روائي مغربي، بالإضافة إلى يعني أسماء يعني وازنة في مجال الرواية العربية، وعلى رأسهم يعني غائب طعمة فيرمان، هناك كذلك ليانا بدر، هناك أيضا يعني عبد الحكيم قاسم، هناك يعني مبارك ربيع، هناك مجموعة من الأسماء يعني الوازنة التي لا يمكن القفز عليها كل ما تحدثنا عن الرواية. لاحظنا يعني قبل إنجاز الأنطولوجية أن الرواية العربية أصبحت تحتضن مهيمنة سردية لا يمكن القفز عليها. هذه المهيمنة السردية هي الهجرة. بل الغريب أن حتى الكتاب الذين لم يسبق لهم أن تعرضوا لتجربة الهجرة كتبوا حول الهجرة. تصور معي أن هناك كتاب يعني مغاربة وأجانب ارتحلوا بخيالهم وارتحلوا بأرواحهم إلى البلدان الأخرى، بلدان الاستقبال خاصة يعني بأوروبا وأمريكا، اللي يكتبوا عن الهجرة حتى لو يعرفوا هذه التجربة. لهذا أعتبر بأن تجربة الهجرة هي تجربة يعني مهيمنة، واستحقت يعني منا هذه الأنطولوجية التي لاحظنا أنها تجربة لغوية ثرية، خاصة أن جل الكتاب الذين كتبوا في الهجرة يحتفلون بما يمكن أن نسميه التنوع أو التعدد اللغوي، أو ما يسميه النقاد بالهجنة اللغوية. وهذه الهجنة اللغوية هي مستويات لأنها تستجيب لما هو نفسي، ما هو اجتماعي، ما هو سياسي، ما هو كذلك يعني رد فعل على ثقافة دول الاستقبال. سعدت بالمشاركة في جلسة مخصصة لتقديم كتاب عبارة عن أنطولوجيا، أي جملة من المختارات للنص الروائي العربي الذي تعامل مع موضوع الهجرة العربية إلى الخارج، إلى مختلف المهاجر الأوروبية والأمريكية والأسترالية وغيرها. قمت شخصيا بمعية أخي وصديقي أستاذ سعيد المنتسب بتأليف هذا الكتاب، وهو عبارة عن 42 اختيار لعدد من الروائيين والروائيات العرب من مختلف الأجيال، وبالخصوص من الأجيال الجديدة في الكتابة الروائية العربية، كيف قدموا الشخصية العربية المهاجرة إما في لحظة الانطلاق إلى المهجر، أو في لحظة الوصول إلى المهجر، أو في اللحظة التي تعود في هذه الشخصية الروائية من المهجر إلى الوطن الأصلي. طبعا اختيارات تعبر عن تعدد في الرؤى، في المعالجات، في التجارب الإنسانية التي عاشتها هذه الشخصيات الروائية أو السردية في تجربة الهجرة ومحنة الاغتراب والمنفى إلى آخره.